والهبله اللي مسكوها طبله وعملوا لها عمليات تجميل في اسرائيل كان ايامها جوزها متجوز بنت صدام حسين عرفي. ها ما متورطين في تدمير الامه العربيه تورط غير عادي. لافندي الفيل ابو شنب اللي حبسته في الحمام، ومن يوم ما امريكا قالت له بخ وعنده اسهال سليم. لافندي كان اتجوز في السر بنت صدام في ضمن خطة تدمير العراق، ولكي يثق فيه صدام بينما هو الجاسوس على صدام حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر السابق. أبو تميم هيجيب إيه؟ هيجيب أسد؟ ما يجيب جاسوس زيه. الله، لما تكون أمه كانت أمنية حياتها تمثل في أفلام بورنو، وأبوه جاسوس راح اتجوز بنت صدام عشان يتجسس على صدام، هيخلفوا الاثنين دول لما يجتمعوا مع بعض هيخلفوا ايه؟ هيخلفوا أسوأ عباد الله. وأنا والله لو من شعب المملكة العربية السعودية وقيادتها وحكومتها لتحتجز رهينة عندها وتحاكموا بتهمة الفتن وبتهمة الردة. ده أقل شيء. بس هو ده اللي أنا عايز أقوله. طيب يعني احنا في نهاية